السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بكم متابعينا الكرام. فيديو جديد معانا النهارده طبعا LBB 6000 فيها مشكله. هنشوف المشكله بتاعتها ايه وهنحل المشكله مع بعضينا في الفيديو ده. هنشوف حته ثانيه واستناني بعد الانترو. احنا دلوقتي قدام الطبعة، والطبعة زي ما احنا قلنا ان الطبعة رقمها LBB 6000. تمام. الطبعة فيها مشكلة ان حضرتك بتيجي تفتح اللوك وتقفله، تفتح الباب وتقفله، الطبعة تقوم معانا زي ما انتوا شايفين حضراتكم، تفتح اللوك وتقفله، الطبعة ما تقومش معانا ولا تدينا اي حاجة. يعني افتح اللوك واقفله او افتح الباب واقفله، الطبعة برضو ما بتجيبش معانا اي نتيجة. طيب انا حافظ زرار الباور اهوت، اللمبة زي ما انتوا شايفين هنا اللمبة فصلت اهي. هنبدأ ان احنا نقفل الباب اهو، هنقفل الباب كده ونشغل اللمبة، الطبعة قامت معانا مفيش اي مشاكل. طيب نرجع تاني، هنقفل اهو، نبص على اللمبة هنا، اللمبة الخضراء دي اللمبة طفت اهي، هدوس تاني اللمبة بدأت تقوم والطبعة قامت معايا. طيب ان انا اديها اوردر من على الكمبيوتر، هعمل برنت تيست بيج. الطبعة طبعا انا مختارها اهو برنت تيست بيج، هعمل لها برنت تيست بيج. دلوقتي بدأت ان هي تظهر لي المشكلة دي، واكيد حضرتك المشكلة دي اللي هتبقى ظاهرة قدامك، وهيديك الايرور كود ده. طيب ايه السبب في ايرور الكود ده؟ خلينا نتكلم على الايرور كود ده ونقول ايه سبب الايرور كود ده. لان في الطبعه ديت حل المشكله مش هتبقى زي في طبعه حد تاني. الايرور كود ده خاص بوحده الليزر سكان يونت، كده بيقول لك ان في مشكله في وحده الليزر سكان يونت. المفروض حضرتك ان انت تحل المشكله دي. طيب حل المشكله ديت ايه؟ حل المشكله ديت يا اما بيكون بتغيير الليزر سكان يونت او بتغيير كابل الفلات اللي هو موصل ما بين الفورماتر كارد والسكان ليزر يونت. ده بيكون فيه دروب حصل فيه او فيه مشكله حصلت فيه، فبتبدا تغيره. طيب الطبعه اللي معانا دي لسه جديده، تيجوا نشوف حل المشكله ايه. يلا بينا نشوف حل المشكله ايه. الطبعه اللي معانا ديت حضراتكم الطبعه لسه جديده وباين عليها ان هي لسه جديده. طب حل المشكله ديت ايه؟ حل المشكله تعالوا كده، تعالوا نيجي مع بعضنا هنا. شايفين الجزء ده خاص بقفل الليزر. يعني في حاجه بلاستيك كده بتقفل الليزر في وقت ما تكون فاتح الباب ده، بتقفل الليزر علشان خاطر لو في اي مشاكل او اي حاجه او اي ترابه او اي كلام من ده. يعني الباب ده بيبقى كده طول ما انت فاتح الباب ده بيبقى الليزر ده مفتوح. طيب فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتحمي الليزر من الاتربه والحاجات دي. هعمل ايه انا؟ بيبقى احيانا الجزء ده مكسور، بيبقى مكسور في الطبعه، تمام. الجزء ده اللي بيفتح مع الباب ده، فالجزء ده بيبقى مكسور. فلما بيبقى مكسور او متن حته او حته منه اتكسرت، فما بيطولش ان هو يفتح الجزء ده، او ما بيفتحش اللوك بتاع الليزر سكان يونت اللي هو بيبقى موجود في المنطقه دي. هبدا ان انا بمجرد ان انا مقفله كده بورقه، مجرد ان انا هقفل الطبعه وافتحها مره تانيه، ومع حضرتان الورقه هتبدا المشكله عندي تتحل ان شاء الله. زي ما انتم شايفين الرساله لسه ظاهره اهيت، تمام. بمجرد ان انا ما قفلت الطبعه وفتحتها الرساله اختفت تلقائي. هبدا ان انا اعمل برنت تيست بيج من هنا اهوت. خلاص كده الطبعه بتاعتنا هتبدا تسحب الورق اهوت. سحبت الورقه وطلعت الورقه من غير اي مشكله، وبكده هتكون المشكله اللي معانا اتحلت. ومشكله هتواجهك كتير قوي، وناس كتيره بتشتكي من المشكله دي. يا رب يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموا القناه باللايك والاشتراك. اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.